وياسر عنتر المنساوي والاستاذ ابراهيم غرابه، لان دي هي الجبهه اللي كانت بتقول كلمة حق في المجلس، ولا تخاف لائمة لائم ولا تخشى لائمة لائم. فطبعا ده مش على هوى الأخ الرئيس المجلس المعين، فبناء عليه تم استبعادنا وعينوا مجلس على اللائحة الجديدة، شالوا منها الشباب وشالوا منها النائب وعينوا رئيس وست أعضاء. طبعا جناحنا طعنا بهذا القرار لمخالفته للقوانين واللوائح، وبعدين استمر هذا في الحال مع مرت سنة واحنا تتداول القضية في المحكمة. بعد كده فوجئنا بقرار آخر قبل انتهاء المدة بشهر بتعيين المجلس ده واستبعاد برضه 3 من اللي هم ساقوا نفسهم وقالوا كلمة حق. طب ايه السبب وراء كل الاستبعادات دي؟ السبب ان الاخ رئيس النادي المعين وراجل من النوع اللي هو عنده نرجسية عالية قوي، وراجل ما بيحبش الا نفسه، والانا عالي عنده قوي، ومن يعارضه في الحق يبقى ضده وعدوه. ده باختصار شديد. فعدلنا طلباتنا بعد ما صدر القرار الجديد، والحمد لله رب العالمين بعد طول كفاح مع المحكمة صدر القرار في 23/5/2010 بإجراء انتخابات، وألزمهم بإجراء انتخابات وبحل مجلس. حضرتك كسبت القضية ضد مين؟ الأسماء اللي حضرتك ضد رئيس المجلس القومي للرياضة، المهندس حسن صقر، ضد المكتب ضد مدير المكتب التنفيذي المدير التنفيذي للمجلس القومي، ضد السيد اللواء محافظ الغربية، ضد السيد مديرية الشباب والرياضة الغربية، ضد رئيس المجلس المعين سيد حميد وليد. وبالرغم من هذا التف بمعاونة عناصر الشر في المجلس القومي وانتفكم حول حكم المحكمة الصادر في حق، وعين مجلس لإدارة النادي والدعوة لجمعية عمومية وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد، التف ووضعوه على رأس المجلس المؤقت الذي يدير النادي. كيف يكون أحد مرشح الرئاسة وهو المشرف على العملية الانتخابية؟ أين النزاهة وأين الحيلة؟ واحنا بصدد هذا رفعت قضية أول أمس هتحدد لها جلسة في خلال أسبوع بخصوص هذا الموضوع لاستبعاده من الترشيح، لأن ده مخالف للقوانين، واستبعاده من رئاسته في المجلس المؤقت. يعني حضرتك شايف ان وجود الاستاذ زعريبي وهو بيستفيد وبيسخر جميع موظفي النادي وعمال النادي بلا استثناء، ومدربي النادي بلا استثناء، واداري النادي بلا استثناء، لصالحه ولصالح مجموعته. يعني يكفيك يا اخي عجب ان عمال النادي اللي كانوا طالعين عند يقولوا يخرج، وهناك على عمارة الياسمين، وهناك احد الناس اصحاب العطار طلع
طلع لهم في البلكونه وقال لهم اياك تعلق يا حضرتك تأكد من هذه المعلومات؟ المعلومه اكيده وثابته وعليها شهود اكثر من 20 واحد شاهد على هذه الوقت. امال النادي معلمهم يافطه لفايز عليل وطائبه على عماد الياسمين ولولا الرجل المحترم اللي طلع من شقته ومنحهم من العمل. طلبات حضرتك من الجمعية العمومية؟ أنا طلباتي من الجمعية العمومية، أنا كل ثقة في أعضاء الجمعية العمومية، وأنا لست بغريب على أعضاء الجمعية العمومية، فأنا معهم وبهم. تمام. وكل ثقة فيهم إنهم هيقدروا ينتقوا الأحسن لصالحهم ولصالح ناديهم. حضرتك شايف ازاي افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد وحديقة الفيروز في الأجواء الانتخابية؟ هو هيتم افتتاحه قريبا جدا. هو طبعا ده عملية مرتبة وموصولة، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه ان هنا مفيش لا حيلة ولا مزاح، ان كل يوم يقف متعلقة بندوات وهمية، ندوات وهمية. زي الندوة دي ثالث مرة اقرا في خلال شهرين الشاعرة الجميلة. مين هي الشاعرة الجميلة دي تطلع؟ انا مش عارف. وتحت لازم امضى وبصمة رئيس مجلس الإدارة فايز عليل. فهل هذه مش دعاية مجانية على حساب النادي وعلى حساب أعضائه؟ هل هي دي الحيلة والنزاهة اللي بينادي بيها الرئيس مصر محمد حسني مبارك؟ احنا وصلنا لمرحلة في نادي طنطا يعني اصبح التعامل مع المجموعة دي مستحيل. الامور الانتخابية طبعا متوترة بتأثر على الالعاب الرياضية داخل النادي بالكامل. بتعامل طبعا بكل يعني. حضرتك تتهم مين في انهيار الرياضة في طنطا بسبب الاجواء الانتخابية؟ يعني هو الاجواء الانتخابية توتر وعدم الاستقرار ده موجود. هو طبعا الفرقة كلها النهاردة في حالة اعداد. لا من سابقا يعني قبل كده. الاحوال الماضية دي طبعا ده سوء ادارة لان هم الادارة اللي كانت قائمة دي ما فيش فاضية غير للمنظرة والمؤتمرات والصور وعودة الرقبة من الاخر. تمام. فطبعا دي بتأثر بالسلب على كل الاعمال اللي بتحصل في الناس. الاهتمام دلوقتي ان يتحط اكبر كم من الاعلانات يكسب اسمه عليه، دعاية مجانية على حساب ومن جيوب اعضائنا المحترمين. تطور النادي فيه حمام سباحة نعم متطور، في صالة مغطاة بتتعمل بكل تأكيد، وهذا ليس لأحد فضل فيه، لأن دي خطة الدولة واعتماد بيجي بقى بالأفراد. اعتماد الحاجات دي واعتماد ميزانيات للمشاريع دي بيجي بواسطة الأفراد اللي بيديروا من المكان. هذه بداية من 2001 ايام كان المستشار احمد الزند رئيس مجلس معين لنادي طنطا ومعه مجموعة محترمة. يعني حضرتك بتقول ان الاعمال اللي جوه النادي معهم النائب المرحوم حسام عوض. كل الاعمال دي كانت معتمدة من صالة حمام سباحة لمبنى اجتماعي، كان اعتماده معتمد في ميزانية المجلس القومي للرياضة وما امهلوش الوقت ان ينفذ. لكن الماكيتات كانت موجودة بالنادي، الرسومات موجودة بالنادي للصالة والحمام والمبنى الاجتماعي. وجينا احنا في 2003 وانا نائب رئيس مجلس الاداره